أكيد كلنا تابعنا الحدث الأكبر اللي حصل في مصر من فترة قريبة، وهو نقل العاصمة من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. طب وانت بتتابع الحدث ده مجاش في بالك أو ما سألتش نفسك إيه هي عواصم مصر عبر التاريخ؟ وليه بيتم تغيير ونقل العواصم؟ وكام مرة حصل فيها تغيير ونقل العواصم في مصر؟ علشان تعرف إجابة السؤال ده تعالى مع بعض نشوف ملخص تاريخ عواصم مصر عبر التاريخ باختصار. البداية من عصر المصريين القدماء، وبالتحديد أول ما الملك مينا وحد مصر. وتوحيد مصر يعني توحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وبعد ما الملك مينا وحد مصر عمل عاصمة جديدة أو أسس عاصمة جديدة هي ميت رهينة في الجيزة حاليا، وسماها منف أو منفيس، ومعناها الجدار الأبيض لأن سورها كان باللون الأبيض، أو من كلمة من نفر بمعنى الثابت الجميل. طيب ليه الملك مينا اختار المكان ده؟ الملك مينا اختار المكان ده بالذات لأنه في وسط الطرق الرئيسية، علشان كده استمرت منف مركزا لتحرك الجيوش المصرية في الفترة دي حتى بعد ما تم نقل العاصمة منها، وده بيوضح لك أهمية منف. تاني عاصمة لمصر هي طيبة اللي هي الأقصر حاليا، أكتر عاصمة لمصر القديمة، فضلت منها آثار عظيمة لسه بنكتشفها حتى يومنا هذا. طيبة بدأ دورها كعاصمة لمصر في عهد الأسرة 11، وفضلت العواصم تتنقل وتتبدل بعدها أكتر من مرة لحد ما الهكسوس احتلوا مصر وأقاموا عاصمتهم أواريس قرب فاقوس أو فاقوس في الشرقية حاليا. وبعدين ظهرت في طيبة أسرة حاولت إنها تطرد الهكسوس من مصر، بدأها سكن رع، وبعدين كاموس، وبعدين أخوه أحمس اللي طرد الهكسوس من مصر. وبعدين رجعت طيبة عاصمة مصر مرة تانية، والإله آمون أصبح كبير الآلهة المصرية. واللي كان بيميز طيبة إنها كانت قريبة من حدود النوبة اللي بتعتبر خط الدفاع الجنوبي لمصر. وبعدين جه الملك أخناتون ومنع عبادة الآلهة القديمة وفرض على الشعب عبادة الإله آتون، وراح جاي نقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون أو إختاتون اللي معناها أفق آتون، ودي موجودة حاليا في تل العمارنة بين المنيا والأسيوط. وبعدين الشعب والجيش والكهنة صاروا على إخناتون ودمروا عاصمته، ورجعت العاصمة لطيبة مرة أخرى. المصريين القدماء عرفوا عواصم تانية في الفترات الأقل استقرارا، زي سخا في كفر الشيخ، صن الحجر في محافظة الشرقية، وتل بسطة في محافظة الشرقية برضو، نبتة في النوبة، منديس في الدقهلية حاليا، وساب نفر اللي هي سمنود دلوقتي في الغربية. ينتهي بكده عصر المصريين القدماء ويبدأ عصر البطالمة بعاصمة جديدة وهي الإسكندرية، منارة العالم. وموقع الإسكندرية المتميز على البحر المتوسط مش بس خلاها عاصمة، إنما خلاها مركزا للثقافة اللي جاية من اختلاط حضارة اليونان بحضارة الشرق القديم. بالإضافة لذلك إنها كانت تعتبر مركزا للبطالمة للسيطرة على شرق المتوسط. وفضلت الإسكندرية عاصمة مصر طول فترة حكم البطالمة والاحتلال الروماني والاحتلال البيزنطي. وبعد كده فتح العرب مصر سنة 741 ميلاديا بقيادة سيدنا عمرو بن العاص. وسيدنا عمرو بن العاص كان معجب بالإسكندرية وكان نفسه يخليها عاصمة مصر زي ما هي، لكن أوامر الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب كانت واضحة لجميع الولاة في الدولة الإسلامية أو الدول اللي المسلمين فتحوها إن ما يكونش فيه أي عوائق مائية بين الدولة اللي تم فتحها وبين المدينة. وطبعا لأن الدلتا كانت بتغرق في موسم الفيضان وكان بيغرق معاها الطريق البري، قرر سيدنا عمرو بن العاص إن هو يؤسس عاصمة جديدة شرق النيل وهي الفسطاط. الفسطاط كان معناها الخيمة، وتحديدا خيمة عمرو بن العاص. وفضلت الفسطاط العاصمة أو عاصمة لمصر طوال العصرين الراشدي والأموي. وبعدين جه العصر العباسي، ومع أول والي عباسي تم نقل الإدارة أو مركز الإدارة أو الحكم من الفسطاط لشرق الفسطاط. ولأن المكان ده اللي هو شرق الفسطاط كان بيتجمع فيه الجنود، الناس سموه العسكر. بعد فترة زمنية العباسيين سمحوا لأهالي الفسطاط إنهم يمدوا العمران بينهم وبين العسكر، فأصبحت المدينة حاجة واحدة. بعد كده جه أحمد بن طولون واستقل بمصر وبنى عاصمة جديدة قريبة من الفسطاط وسماها القطائع اللي هي جمع قطيع، اللي هي قطعة الأرض اللي بيقسمها على جنوده. بنى فيها قصره والجامع الشهير اللي لسه موجود لحد دلوقتي. لكن العباسيين أسقطوا دولته وحرقوا القطائع ومفضلش منها غير الجامع وبعض الأنقاض. بعد كده جت الدولة الفاطمية وبنت القاهرة،
والقاهرة في الوقت ده ما كانتش مدينة سكنية زي دلوقتي، لكن كانت مدينة ملكية، وكانت مقتصرة على الخليفة ورجالته وجيوشه، وكانت متحوطة بأسوار من كل ناحية، وما كانش مسموح لأي حد يعدي منها إلا بإذن. بعد كده جت الدولة الأيوبية وعملت زي الدولة العباسية، وسمحوا لأهالي الفسطاط إنهم يسكنوا في القاهرة. أما العصر المملوكي فنشطت فيه حركة العمران بالذات في القاهرة، وضمت ليها الفسطاط بعد كده، وكبرت القاهرة وكانت عاصمة الحضارة في العالم العربي والإسلامي في العصر ده. وده كان بسبب نشاط التجارة والحركة العلمية اللي بدورها جذبت طلاب من جميع أنحاء بلاد العالم. وبعد كده جه العصر العثماني وتدهورت فيه أحوال القاهرة وانتشر البنى العشوائي، لحد ما جه عصر محمد علي باشا فرجعت حركة العمران من تاني. وبعد سنين طويلة وبعدما حققت مصر استقلالها من الاحتلال البريطاني، رجعت القاهرة تزدهر مرة تانية وتتوسع عمرانيا، وده كان حقها لأنها أطول عواصم مصر عمرا. حتى 3 إبريل 2024 تم نقل عاصمة مصر من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. أكتر من 20 حالة تغيير ونقل العواصم تمت في مصر عبر التاريخ، والحكاية ما كانتش موضة ولا فكرة عابرة جات في دماغ أي حاكم، لأنها ببساطة ليها حسابات وخطط مسبقة. يعني باختصار قرار مش سهل، وكل حالة ليها أسبابها اللي ارتبطت وقتها بظروف مختلفة. كده لو حد سألك عن ملخص تاريخ عواصم مصر عبر التاريخ هتعرف تجاوب وبقلب جامد كمان، وتتكلم زي ما انت عايز. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تبقى موجود معانا في ملخصنا الجاي. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات وتصلي على النبي العدنان.